مساء الخير. كل الحاجات الحلوة دي وافل بانكيك كب كيك انا دايما جاهزة. هو خليط واحد وبعمل منه كل الحاجات دي. تعالى اقول لكم مقاديره ايه. اول حاجة باخد 300 مللي من الحليب، 2 بيض وعليهم طبعا الفانيلا، ربع كوب سكر وربع زيت، ومعلقتين ممسوحين من البيكنج باودر طبعا صغيرين، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وكوباية ونص دقيق ورشة ملح. اضربهم كلهم في الخلاط واحطهم في علبة بالشكل ده. تاني يوم الخليط ده رهيب، بيبقى احلى من اول يوم كمان. فلو تعمليه وتخليه في التلاجة يفضل معاكي لحد 4 ايام. تقدر تعمل منه البانكيك، الكب كيك، الوافل. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على معلومة بخصوص اجهزة الوافل. عشان الوافل يطلع مقرمش اختار الجهاز اللي تكون فيه التجويفات كده، القطع البارزة دي عالية، يطلع لك الوافل مقرمش. جربوا الخليط ده واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وطبعا تقدري تزيني بالشوكولات والفواكه والسكر زي ما تحبي. المقادير بالتفصيل هتلاقوني كاتباها لكم تحت الفيديو.